السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ماما وأصحابه أجمعين. أنا أكل. النهاردة بقى هنبدأ يومنا. أول مرة كده أصور لكم بوشي. يعني أمسك الفون وأبدأ معاكم المقدمة. أنا كنت بادئها معاكم وبعدين لقيت في خلاص بقى. بصوا بقى من بداية الفيديو ماما اشترت لي بيض. خلاص أنا اشتريت لها شيبسي. كفاية نقولهم بيا أصحابي. يا أصحابي أول لقيت الفيديو فيه دوشة، كانت رافعة عاملاها وكده. ده اللي خلاني رحت عاملة الصوت وبتكلم انا. آه، النهارده بقى الخميس، يعني الفيديو ده لسه مصور حالا، يعني حتى لسه العدسة على النار. ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم، ولايك وكومنت جميل عشان تشجعوني وافضل مستمر. النهارده بقى انا صحيت متاخره، يعني لا بصوا، انا صحيت مره بدري الساعه 6:30، قمت حضرت لجوز الفطار وخد بعضه وراح على الشغل، ورحت انا داخله نايمه تاني. صحيت الساعه 11 الا تلت. قعدنا بقى، فطرت انا والولاد وكده، وبعدين طلعت جبت حاجه العدس. انا كان بصراحه عندي الخضار، يعني انا كان فاضل لي العدس والشعريه بس. طلعت جبت العدس والشعريه وجيت نيمت حموده، ورحت داخله على المطبخ. بدأت بقى بالعدس، خلصت العدس دخلت على اوضه النوم، خلصتها مكان ما كنا نايمين. انا اصلا امبارح مروعه الشقه ومسيقه وغسله الهدوم، ما كانش يعني ورايا حاجه، ما ورايش بقى غير الحمام. خلص معاكم واقوم قايمه غسلاه وكده بقى تبقى الشقه فل. اللي وصل معايا لحد هنا يسيب لي كومنت جميل. متنسوش الاشتراك واللايك. كان عندي بقى جزر. بعدين كان عندي جزر وطماطم وبنجر. انا على فكره ما احطش فيه بنجر، انا اول مره لقيتها كده قاعده زعلانه في التلاجة، قلت لها طب تعالي طالما ما بحطكيش في حاجه. نعم نعم نعم. وبعدين ادوم قاعدين ساكتين من الصبح، اول ما هاجي ان انا همنتج يروحوا معيطين هما الاتنين. عايز ايه يا ميدو؟ شوفي يا رف عايز ايه، متزعلهوش. رف قاعده تعاند فيه وتضرب فيه. بس يروح. وكان عندي فلفل وطماطم، رحت جايبه بقى مطلعهم في التلاجة، وجبت بصل. على فكره انا بخزن البصل يعني من السنه للسنه، بشتري اول ما بيطلع وكده. حاضر. اول ما بيطلع بروح شاريه 100 كيلو وبخزن، بيقضوني بقى السنه كلها. والثوم نفس الوضع، بشتري 3 كيلو 4 كيلو في الحدود دي، بيتني برضو معايا السنه. ها. حاضر. وبعدين بقى قعدت كده قشرت الحاجه، وبعدين خدتها غسلتها. ثانيه واحده جايه لكم تاني. فطلعت بقى الطماطم اللي عندي في التلاجة، وطلعت جزر، وطلعت قرن الفلفل ده ما كانش عندي غير هو، وجبت البصل وجبت الثوم والبنجرايه اللي انا قلت لكم عليها. وهحط بقى كل ده على النار مع العدس، وهسيبه لحد ما يستوي. اول بقى ما يستوي هروح جايه محمره الشعريه وحطها وضربها الاول في الخلاط، وبعدين بصفيه، وهروح جايه محمره الشعريه واروح حطها عليه، وبعدين اروح جايبه بصلايه وبشراها وفصين توم وعاملاهم كده زي الطشه، واحطهم فوقيه. يا خراشي بيبقى بقى في حته تانية. احنا بنحبوه على فكره مشطشط، فلما يستوي هاخد شويه العيال مش عليهم شطه، وبعدين اروح جايه حاطه اللي بتاعنا انا وجوزي عليه شطه. بس وبعدين خلصت بقى العدس، وكان في شوية مواعين في الحوض، وقفت غسلتهم. ما كانش على فكرة عندي مواعين كتير، يعني هي مواعين العشاء بس. غسلتهم وبعدين رحت داخلة على أوضة النوم. هتعرف كده الكوباية ديت اللي هو زعلان علشانها. وبعدين رحت داخلة على أوضة النوم مظبطة السرير ومخلصاها، وأنا أصلا كنت امبارح مسحاها وكنساها فهي نضيفة. حاضر. و... وبعدين رحت داخلة على الركضة كنساها مكان ما كنا قاعدين بنفطروا، لأن العيال بيرموا عيش وكده وبيبهدلوا الدنيا. واخلص بقى معاكم وادخل اغسل الحمام وكده يوم يبقى الحمد لله خلاص. لما جوزي بقى هيجي على بعد المغرب كده على الساعة 6، اقعد بقى اتغدى انا وهو.
امبارح بقى عايزه احكي لكم، حصل معايا حته موقف يا خراشي انا عليه. كنت قاعده بروق في الصاله، فالمهم ايه، ابني طلع على الكنبه اللي هي في الصاله ديت، من على الكنبه على الترابيزه. فانا شلته مرتين، رحت جايه ايه مدخلاه لبابا جوه، كان بابا نايم، قلت له خد خليه معاك. فالمهم محمد مرضاش يسكت، راح ابراهيم سايبه، فايه راح جاي تاني طالع على الكنبه وبيعمل نفس الحركه اللي عملها، قام واقع براسه على الترابيزه اللي فيها الازاز، كسر حته ازازه، قامت حته الازازه شايله له حته من راسه، حته جلده بشعرها كله، ومعوره عند عينه. فانا وراح نازل على راسه على السيراميك. فانا ايه قمت اجيبه، انا لقيت دم كتير قاعد بينزل، انا اتوترت، انا بخاف من شكل الدم وبخاف من التعور والكلام ده، ما بستحملش اشوف. فرحت لجوزي قعدت اقول له ايه، محمد اتعور، بص دم كتير، وعيط. المهم ايه، قال لي ايه لا ما تخافيش، ده مفيهوش حاجه، وراح جاي واخده مني وحطه على السرير، وراح لابس وراح يصلي الظهر. انت سبتوني ومشيت والولا غرقان دم. المهم رحت جايبه فوطه وحطها على راسه وحطها على عينه، وقعدت ايه كاتماله الدم واعيط من شكل الدم وخايف. المهم بعدها بنص ساعه الحمد لله الدم وقف، انا افتكرتها ان هي مفتوحه وعايزه تتخيط، بس الحمد لله يعني طلعت حته جلد اتشالت. الحمد لله ان هي جت يعني ايه على قد كده. فمن امبارح بقى اعصابي يعني سايبه خالص، وامبارح سابهم لي بقى وطلع بره، وانا قعدت وانا بروق، بس يا بيت بس يا ولد بس يا بيت، واصوت منهم، وكان مشكله. هنا بقى كنت خلاص خلصت المواعين وبغسل الحوض، والمطبخ ايه كان كده اتشطب. عايزه بقى رايكم، شلت الترابيزه ديت بقى اللي محمد وقع من عليها، بس كانت الناحيه التانية. آه، هي كانت مكانها مكان الكرسي هنا، فايه رأيكم كده احلى ولا ارجعها مكانها تاني؟ والكرسي ده حسيت ايه ان هو هيبقى قافل على الطرقة، فروحت جايه حاطاه في الركضة. يوه في الركض في الركض ده كده. هي كان مكانها مكان الكرسي، وكانت الكنبة مكان الترابيزة هناك، فانتوا قولوا لي رأيكم كده حلو ولا ارجعها تاني مكانها؟ وكده وصلنا لنهاية الفيديو، باي.